أكيد إن شاء الله. نروح لخبر آخر من جريدة الجمهورية. الجمهورية تكشف مراسلات سرية بين اللجنة الأولمبية المصرية والمنظمات الدولية. يعني في تطور جديد لأزمة تبعية الاتحادات واللجنة الأولمبية للحكومة. أرسل مجلس إدارة اللجنة برئاسة المستشار خالد زين الدين خطابا رسميا إلى منظمة الاتحادات الرياضية الدولية والاتحاد العام للاتحادات الرياضية الدولية، يؤكد فيه تطبيق تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بالفصل التام بين الرياضة والحكومة المصرية والالتزام بنص مواد الميثاق الأولمبي وعدم الإخلال بها تحت أي ظرف، وضرورة مساعدة هذه الاتحادات للجنة الأولمبية المصرية في تنفيذ وتطبيق هذه القواعد في كل الأحوال. هل ممكن يجي اليوم ده؟ ولا يعني هل ممكن يكون وزير الرياضة يعني مختص بس بالرياضة في الأندية والرياضة في المدارس والرياضة في الجامعات، ووزارة الرياضة ما لهاش أي علاقة بالاتحادات الرياضية، وتكون تبعيتها فعلا زي ما يعني في كل مكان بيطبق الميثاق الأولمبي تبعيتها للجنة الأولمبية المصرية؟ والله المفروض نعم. يعني لما نيجي نتكلم بقى يعني على الأرض، يعني على أرض الواقع، المفروض اللجنة الأولمبية مختصة بالاتحادات وهي ليها شغلها المستقل تماما عن وزارة الرياضة. تمام؟ نعم. لكن للأسف الشديد من أيام الدمرداش توني رحمة الله عليه، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، نعم. رئيس العضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وفلان دايما الخلاف، جرى العرف ان دايما في خلافات. لما كان الدكتور عبد المنعم عمر موجود وكان برضه خلافات بين اللجنة الأولمبية المصرية دائما وأبدا، والدكتور حسن مصطفى، انا حضرت فتره ان كنت مغطي اللجنه الاولمبيه في الفتره دي. نعم. ودائما خلافات بين الوزاره وبين اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه تطالب بالاستقلال التام او الموت الزوام، يعني الاستقلال تام في اتخاذ القرارات، بينما وزاره الشباب هي عايزه تهيمن او تسيطر. الكلام ده وزاره الرياضه، الكلام ده ما بيحصلش غير في مصر على فكره. يعني اللجنه الاولمبيه التونسيه هتلاقيها مستقله، اللجنه الاولمبيه القطريه مستقله، اللجنه الاولمبيه السعوديه مستقله. نعم. ده الغالب، زي ما سافرت بره وعرفت وشفت. لكن في مصر للاسف الشديد هو ده المفروض يعني. ده المفروض، لكن يعني مش عايز اقول سمك لبن تمر هندي، مش عايز يعني اخلي الواقع اسود بالشكل ده، وخاصه اللي انا يعني من انصار مدرسه تفاءلوا بالخير تجدوه. نعم. فاتمنى ان احنا نتفائل بمستقبل افضل ونبذل الخلاف والصراع. انا عايز اقول خلاف مش هقول صراع عشان مش عايز السبريشن ده صعب، بين الوزاره وبين اللجنه الاولمبيه. لكن هيجي اليوم ده، هيجي، احنا عايشين وان شاء الله هنشوفه على ارض الواقع باذن الله. لكن يعني الكلام ده بيجي في الوقت اللي فيه المستشار خالد زين الدين بيسافر لليبيا، يعني كمندوب لمحاولة التنسيق او يعني عمل حلول للجنة الأولمبية الليبية اللي بتواجه مخاطر الإيقاف بسبب التدخل الحكومي. ما هو بقى يعني عايز يعني يعمل سكريبت على الموضوع ده، ان اللجنه الاولمبيه زي ما قلت لحضرتك، اللجنه الاولمبيه الليبيه هي برضو خدت تقريبا موافقه من اللجنه الاولمبيه الدوليه بالاستقلال، لان في مشاكل بعد ثورات الربيع العربي في مصر، في ليبيا، في تونس، مش مخفي، يعني الموضوع مش خافي على حد، يعني واضح وضوح الشمس ان في تدخل بيحصل واكتر من الاول وبشكل فج قوي. ان برضو دي السيطره، صراع او خلاف دائم بين الوزاره وبين اللجنه الاولمبيه في الاتحادات، تشكيل الاتحادات. هم ليهم وجهه نظر معينه، زي ما كان بيحصل قبل كده في انتخابات السكرتير العام اللجنه الاولمبيه، في ناس بتفرض ناس معينين في الاتحادات، والاتحادات زي ما حضرتك البلاي ميكر، يعني الاتحادات بتفرض بالتعيين. حضرتك تقصد لما يحصل حل لمجلس اداره اتحاد معين، ده ما يصحش ان هو يحصل. ما هو طبعا يعني ده تدخل حكومي. طبعا انا بقول يعني، ولذلك الفيفا بقى لو احنا نعمل بقى يعني اسقاط بلغه المسرح، ان لما بيحصل في كره القدم الكلام دون، يجي مثلا اتحاد الكره يتم تعيينه من قبل الوزاره او الجهه الاداريه الحكوميه، اللي الفيفا بيتدخل فورا وبيمنع الاتحاد دون اللي هو من المشاركه في النشاط الدولي. نعم. او القاري، لان ده تدخل تدخل حكومي او اداري، ده لا يصح. نعم. وهي دائما جرى العرف ان الجمعيه العموميه زي ما حضرتك عارفه هي الاقوى، هي اللي بتحدد المصير، او هي سيده القرار في الموضوع. نعم. ده. نعم. الانتخابات بتفرز عناصر معينه، لابد ان نحترم هذه العناصر حتى تمر ال4 سنين او 3 سنين
هي دي قواعد اللعبه الديمقراطيه، مش في السياسه، في الرياضه بس. نعم، لكن في اراء بتقول يا استاذ ياسر انه يعني كل اللي بيحصل ده يعني لرفع يد الوزاره عن لائحه اللجنه الاولمبيه. بتطلب الوزاره دايما انها تطلع على لائحه اللجنه الاولمبيه المصريه اللي المفترض انها يحصل فيها بعض التعديلات، وفي جمعيه عموميه غير عاديه شهر مايو المقبل، ويعني في اتجاه كده لالغاء بند ال8 سنوات في اللجنه الاولمبيه المصريه. هي دي بقى المشكله. هي دي المشكله. انا عايز اتكلم بس في عجاله ان هو لا يصح، لان بعض اصابع الاتهام بتشير ان وزير الرياضه السيد عمرو فاروق بيقول اللي هو عايز يلغي ال8 سنين. نعم. وبعض الكلام قال اللي هو عشان بعد ما يطلع من الوزاره يبقى نائب رئيس النادي الاهلي. ده كلام مش موجود، ده كلام مش منطقي. يبقى اذا الغاء، انا بصرف النظر الكلام ده صح ولا غلط، انا مش جهه تحقيق. لا، الغائه في الانديه حاجه والغائه كمان في اللجنه الاولمبيه حاجه ثانيه. بالظبط. نعم. تمام. بس انا بقول ان الغاء بند ال8 سنين لا طبعا، لابد 8 سنين. هو انت 8 سنين بتقدمي كل عصاره جهدك وخبرتك. نعم. عايز ايه اكتر من 8 سنين؟ ادي الفرصه لياسر يشتغل. نعم. بس فهو الغاء، انا مع الغاء بند ال8 سنين وعدم عودته نهائيا. نعم. بس للصالح العام. نعم. بشكرك استاذ ياسر، نورتنا النهارده في صفحه الرياضه. انا بشكر حضرتك وكل الساده المشاهدين اللي هم استحملوني. لا نورتنا. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. كان ضيفنا النهارده مشاهدينا الكرام الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر التهامي، رئيس تحرير جريده المدار. سعدنا بيه وسعدنا بحضراتكم. ان شاء الله الاعاده 9 صباحا بتوقيت القاهره. في امان الله.